يا أخي الفنانين دول مش عارفين يلاقوها منين ولا منين، بين الإشاعات اللي كل شوية تقلب كيان حياتهم، ولا من الصحافة والكاميرات اللي طول الوقت متربصين ليهم، ولا من السحر والأعمال اللي كل يوم والتاني تدمر حياتهم ومشوارهم الفني وتخرب بيوتهم. والله دي حقيقة وحصلت، وده حال كتير من المشاهير اللي اتعمل لهم سحر وليلة كبيرة من الأعمال والطلاسم اللي ما وردتش على حد. فلو عايز تعرف مين النجوم دول خليك معانا في الريد كاربت. هي اللي عملت كده. انا شعر دقني كان كله بيض يا عم. حورية بنت نادية تصبح مريضة وطريحة الفراش ويقف حالها في جوازها وخلفتها ورزقها. خلونا نبدأ بالفنانة اللي تعرضت للسحر لمدة 15 سنة. والله 15 سنة. الفنانة نجلاء بدر حكت في أحد البرامج إنها تعرضت للسحر لمدة 15 سنة، وإنها كانت بتشوف كوابيس وحاجات غريبة جدا في أحلامها، وإن الموضوع ده أثر عليها نفسيا بشكل كبير. اتعمل لي عمل 15 سنة قصة فك أعمال. كان بيجيلي كوابيس كتير وكان حاجات كتير أوي. مش بحب أحكي القصة دي، ما بحبهاش. وده خلاها تلجأ لدار الإفتاء، واللي بعتوا لها شيخ يقرأ سورة البقرة في بيتها لمدة 10 أيام، ومن بعدها الحمد لله حست براحة نفسية والموضوع ده وقف. وحكت نجلاء بقى حاجة غريبة جدا يا جماعة، إنها في الأول كانت أصلاً ما بتصدقش في موضوع السحر والأعمال، لا وكمان بتعتبره خرافات. على فكرة أنا كنت من الناس اللي بقول لا إيه الهبل ده. لكن اللي حصل معاها ده طبعاً غير فكرتها تماماً عن الموضوع، وأكيد بقت مصدقة فيهم. وبعد ما الموضوع فضل معاها فترة طويلة الحمد لله قدرت تتخلص منه بالطريقة دي. وكمان حكت نجلاء إنها عرفت مين اللي عمل لها الأعمال دي، لكن رفضت تصرح بالاسم. ومن الفنانات اللي اتقلبت حياتهم بسبب السحر والأعمال فنانة معروفة بإثارتها للجدل 24 ساعة، وتقريباً كده الترند معمول على حسابها مخصوص. طبعاً هي الفنانة رانيا يوسف. رانيا بتحكي وبتقول إن في فنانة معينة هي تعرفها كويس كانت مستكترة عليها حياتها ونجاحاتها، يعني كانت مستكترة عليها النجاحات الفنية وكمان الحياة الأسرية المستقرة مع محمد مختار، فعملت لها سحر عشان تفرق ما بينها وما بين جوزها. ورانيا بتحكي وبتقول إن في الفترة اللي كان السحر عامل فيها عمايله عاشت حياة أسود من قرن الخروب، كانت بتتخيل حاجات وبتشوف حاجات غريبة في بيتها، ورغم إنها مؤمنة إن مفيش حد بينفع ولا بيضر إلا بإذن ربنا، لكن في نفس الوقت هي عارفة إن السحر والأعمال مذكورة في القرآن، ومذكور برضو إن في سحر بيفرق بين الراجل ومراته. وعشان كده تحديداً رانيا مرتاحتش من موضوع السحر ده غير لما اتطلقت من محمد مختار، ووقتها بالذات ابتدت تعيش حياة هادية شوية، وده لأن السحر كان معمول مخصوص عشان يفرق ما بينهم. وما بأمنش بالحاجات دي خالص خالص خالص. أنا بأمن بالنوايا وبأمن إنه ربنا شايف القلوب، ربنا شايف الأعمال، ومش ممكن حد هيضر حد إلا بإرادة ربنا. اللي حصل مع رانيا يوسف ده للأسف ما كانتش أول واحدة في الوسط الفني يحصل لها، ياما نجوم كتير حكوا إنهم اتعرضوا لنفس الموضوع، ومن ضمن النجوم دول الفنانة حورية فرغلي. حورية اللي حياتها اتدمرت في كل جوانبها للأسف اكتشفت إن ده بسبب السحر. وفي أي لقاء لحورية فرغلي بتكشف إن سر تأخرها في حياتها الفنية والاجتماعية هو تأثرها بسحر أسود، والسحر ده خلاها لا تنجح في حياتها ولا تتجوز ولا ربنا يجود عليها وتخلف. وقالت إنها اكتشفت بالصدفة عمل موجود في بيتها بالدمار والخراب. وطبعاً كلنا عارفين إن من يوم ما حورية وقعت من على الحصان ومناخيرها اتكسرت وحاولت تعالجها بعمليات جراحية كتير، وحياتها اتدمرت فنياً وصحياً طبعاً. الغريب بقى إن حورية قالت إن اللي كان موجود في العمل ده حصل بحذافيره في حياتها. حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش ويقف جوازها وخلفتها ورزقها. كانت مش بتقدر لا تتحرك ولا تمشي، ده غير كل يوم والتاني عمليات زي عمليات مناخيرها وزي إنها شالت الرحم. لكن حورية فرغلي ما قدرتش تعرف مين اللي عمل لها العمل ده ودمر حياتها بالشكل ده. حتى سمية الخشاب اللي اتعرفت بخفة دمها وروحها وإنها محبة للحياة قالت إن سبب تعرضها لكتير من الأمراض وتدهور حالتها الصحية كان بعد نجاحها في بعض الأعمال الفنية، وتحديداً بسبب سحر معمول لها. وسمية بقى قدرت تعرف مين اللي عمل لها السحر ده وأذاها. من زمان كانت بتمسك فيا بتأثر بيها، دلوقتي لا. القصة غريبة جدا، والموضوع اتعرف لما قبضت الشرطة المغربية على دجال مغربي واعترف إن في فنانة مصرية بتغير شوية من سمية الخشاب هي اللي طلبت منه يعمل لها العمل. ورغم إنه فضلنا كلنا قتلنا علشان نعرف مين الفنانة دي، إلا إن سمية الخشاب رفضت تصرح بالموضوع. شوفوا بقى يا جماعة، كل اللي أنا حكيته ده كوم، واللي أنا هحكيه دلوقتي ده كوم تاني خالص. أنا مش عارفة هي قصة مضحكة ولا قصة تزعل. تعرفوا يا جماعة إن السحر ما أذاش النجوم بس في حياتهم، لا ده كمان خلص على شغلهم وأكل عيشهم. الفنانة شهيرة زوجة الفنان الراحل القدير محمود ياسين كانت واحدة من الفنانات اللي حصل لها كده، وكان سبب اعتزالها التمثيل هو السحر. شهيرة كان
معمول لها عمل بحساسية في وشها، كل ما تيجي تحط أي نقطة ميك اب وشها يورم. وطبعا كلنا عارفين إن المكياج مطلوب في الأدوار التمثيلية، هم يجوا يعملوا المشهد من هنا ويحطوا الشهيرة ميك اب ووشها يورم ويبوظ من هنا. لا لقيت اجي احط ميك اب ما اقدرش احط ميك اب، الاقي شكشكه 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 في وشي كله، وما اقدرش احط ولا تاتش. ووقتها حد من صحابها جاب لها شيخ وقال لها بس احنا لازم نعرف ايه قرار الموضوع ده، خصوصا ان شهيرة لفت على دكاترة الجلدية في مصر كلها. فالشيخ بقى قال لها ان معمول لها عمل يشوه وشها، لكن الحمد لله قدرت انها تفكه وتتخلص منه. ولو انت فاكر ان السحر اثر على الفنانات بس، فاسمح لي اقولك انك غلطان. لا ده انا هقولك مفاجأة كبيرة بقى. الفنان احمد فلوكس قال قبل كده انه تعرض للغدر من اقرب الناس اللي حواليه، وانه اتعمل له سحر من واحدة اتجوزها، والواحدة دي اتجوزها بعد طلاقه من هنا شيحة، وإن الست دي كانت هي سبب الطلاق، وكان طول الوقت مش حابب يمثل ولا حابب النجومية ولا حاسس إنه مبسوط. ده غير إن كان عنده اكتئاب وكان عصبي وبيشوف حاجات غريبة حواليه. لا والحاجات الغريبة دي كان بيشوفها كتير كمان، ووصل لدرجة إنه حتى مش عايز يشوف ابنه، ولو في يوم عدى ما قرأش فيه قرآن ما كانش بيقدر يقوم من السرير ولا يتحرك. مش عايز امثل، مش حابب النجوميه، مش حاسس ان انا مبسوط، لغايه ما فجاه اكتشفت ان انا روحي في ابني. انا حتى ابني ما بشوفوش، مش عايز اشوفه. انا لو في يومين ما صليتش وما قريتش القران ما بقومش من السرير، ما بقومش. يا جماعة ده حكى إنه قعد أكتر من سنة بيسرح لمراته كل يوم شعرها، وفي الآخر بعد ما السحر ده اتفك منه جزء اكتشف إنها قرعة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم احفظنا. ومن الفنانات اللي معروف عنها خوفها من الحسد والسحر فوفة الجميلة فيفي عبده. الفنانة فيفي عبده حكت في لقائها مع عمرو أديب إن سبب تدهور صحتها في الفترة الأخيرة وكمان زيادة وزنها كان أعمال السحر، وقالت كان عندي كيس بلاستيك مليان سحر في البيت وعملوا لي سحر كتير جدا، وفي ناس قالوا لي ارميه في الميه وناس قالوا لي ارميه على الطريق، وانا دلوقتي مستنيه اشوف هعمل فيه ايه. حد عامل لي سحر يبين؟ ده انا عندي كيس قد كده مليان سحر في البيت، عملوا لي اسحار كتيره جدا. ناس قالوا لي ارميهم في الميه، وناس قالوا لي ارميهم مش عارفه في كام طرق، واديني مستنيه اشوف ارميهم ازاي. اعترفت كمان انها مره وهي بترقص على المسرح حست ان جسمها مش قادر يتحرك، ولما راحت للدكتور قال لها انها سليمه وما فيهاش اي مرض، وبعدين اكتشفت ان اللي حصل لها ده كان بسبب السحر. ومن وقتها وفوفة ما بتقلعش الخرزة الزرقاء من رقبتها. يا أخي ده حتى المطرب الشعبي سعد الصغير اتعمل له سحر أكتر من مرة، دول ما رحموش حد. سعد حكى إن الموضوع كان صعب لدرجة إنه سافر المغرب أكتر من مرة عشان يقدر يفك السحر. وحسب كلام سعد الصغير طبعاً إن اللي كانت عامله له السحر ده الراقصة اللي كان متجوزها عرفي شمس. ده كلام سعد الصغير، إحنا ملناش دعوة. وحكى سعد إن بالصدفة والدته هي اللي اكتشفت إن معمول له سحر، وإن الراجل اللي فكله العمل ده قال له إنه كان شارب حاجة مش كويسة. مشروب، ومشروب بقى مش طبيعي. وطبعاً ما كانش بيطيق ريحة أي واحدة في الدنيا غير الشمس. ودول كانوا أهم النجوم اللي وقعوا ضحية للسحر والأعمال. قولوا لنا في الكومنتس أنتوا بتصدقوا في المواضيع دي ولا لأ، واستنونا الحلقة الجاية وحكاية جديدة في الريد كاربت.